شرعت وزارة الدفاع الإسرائيلية رسمياً في تسليم المغرب معدات نظام بارك الدفاعي المتطور، والذي كان موضوع صفقة عسكرية عام 2022 تجاوزت نصف مليار دولار. وتوصل المغرب بعدد كبير من المعدات المخصصة لنظام بارك الحديث، والذي يتميز بقدرته الفارقة في التصدي للهجمات بالصواريخ عبر الغواصات وعبر البر والجو لمسافة تتجاوز 150 كيلومتراً. ويتعلق الأمر بمركز القيادة والتحكم الخاص بمنظومة الدفاع الجوي المتعددة الطبقات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى بالتمويه الخاص بالقوات المسلحة الملكية. ويعد هذا النظام أقوى دفاع جوي في القارة الإفريقية، ويتفوق بشكل كلي على منظومات الدفاع المتوفرة لدى دول إفريقية مجاورة التي كشفت عن ضعفها خلال حرب روسيا وأوكرانيا. كما يعتبر النظام الدفاعي الإسرائيلي الصنع جد فعال ضد الصواريخ البالستية وصواريخ الكروز والطائرات المقاتلة والمروحيات والدرونات. وشرع المغرب وإسرائيل منذ توقيع اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين في توقيع مذكرات تعاون وشراكة في الميدان العسكري، حيث تعهدت إسرائيل بنقل التكنولوجيا العسكرية إلى المغرب.